شاب الجن جاله لحد بلكونة بيته اللي في الدور الخامس وحذره من شيء لو عمله هيخلص عليه. ازيكم يا ابطال؟ كلنا عارفين بعد وفاة الاب الاولاد بيشيلوا مسؤولية البيت، وخصوصا الابن الكبير بيكون مطالب اكتر بالمسؤولية دي. وصاحب القصة بيقول الموضوع ده حصل معايا. انا خالد وعندي 18 سنة، كنت شاب عادي جدا زي اي حد وكنت مرفه، ولكن من حوالي سنة كده والدي توفى وبقيت انا زي ما بيقولوا راجل البيت. المفروض عليا اشتغل واجيب فلوس علشان اكل انا واخواتي، وكمان علشان اخواتي يكملوا تعليمهم. ففي الوقت ده من حوالي سنه كده لفيت الدنيا كلها ادور على شغل، ولكن ما كنتش بلاقي بفلوس ما تكفيش احتياجاتي انا واهلي. وفضلت على الحال ده فتره طويله لحد ما الديون اتراكمت علينا. المهم في يوم خميس كده خدت بعضي ورحت المقابر ازور قبر والدي، وهناك جبت اللي في قلبي كله وانا بعيط وعمال اشكي همي واقول لابويا ليه سبتني في الشقه بدري. وانا بتكلم كده سمعت صوت جنبي بالظبط، ببص لقيت شخص واقف وبيبص لي، فقلت له امرني يا حاج، في حاجه؟ كان سنه يعني كده بتاع 60 سنه. رد عليا الراجل وقال لي لا يا ابني مفيش، بس بعد ما تخلص تعالى عشان عايز اكلمك كلمتين، انا هقف استناك قدام شويه. بصيت له كده باستغراب وقلت له ماشي. انا اصلا ما اعرفش الراجل ده ولا اعرف عايز مني ايه، فقلت لو كده اخلص وامشي على طول من اليمه التانيه. خلصت وببص على الراجل لقيته باصص لي، فاتحركت امشي وفضلت قاعد شويه مستنيه يدير وشه، ولكن الراجل مش عايز يشيل عينه من عليا وكانه عارف انا عايز اعمل ايه. المهم بعد فتره زهقت وقلت اشوفه عايز ايه علشان امشي. رحت له وقلت له امرني يا حاج. قال لي يا ابني انا عمك ابراهيم التربي بتاع المنطقه دي كلها. قلت له تمام وامرني. قال لي يا ابني انا كنت معدي بظروفها من هنا وسمعتك وانت بتتكلم وزعلان، وعرفت ان سبب زعلك كمان الفلوس، مش كده؟ بصيت له وانا محروق وقلت له ايوه. قال لي لو اشتغلت معايا هيكون اخر همك الفلوس، ايه رايك؟ قلت له اشتغل معاك؟ هشتغل معاك ايه يعني؟ قال لي هنا في التراب، وقبل ما تتكلم وتعترض اسمع العرض. وقال لي حته رقم مادي ما حلمتش بيه في اسعد احلامي. لما سمعت العرض ما لحقتش افكر فيه وقلت له موافق، وما كنتش اعرف انا بوقع نفسي في ايه. الراجل بص لي وابتسم وكانه عمل اللي هو عايزه، وقال لي هات رقمك لان شغلنا ممكن يبدا في اي وقت. فاديته رقمي ومشيت، وفضلت افكر وانا ماشي لو المبلغ ده بجد فعلا انا قد ايه مشاكلي اتحلت. وروحت البيت وانا سعيد لحد ما عدى اليوم عادي، ودخلت علشان انام. وعلى الساعه 1 بالليل كده لقيت تليفوني بيرن. ببص على الرقم لقيته رقم غريب. رديت وانا مش شايف قدامي وقلت مين. لقيت اللي بيقول لي مين انت مسجلتش رقمي ولا ايه يا خالد؟ فتحت عيني وفقت وقلت له لا انا مسجل رقمك يا عم ابراهيم، بس انا كنت نايم ومش شايف كويس. فقال لي طيب فوق بقى لان شغلنا بدأ. قلت له شغل دلوقتي؟ قال لي ايوه انا قايل لك شغلنا هيبدا في اي وقت. امال انا كنت عارض عليك المبلغ ده كله ليه؟ يلا قوم بقى علشان هتقبض النهارده. اول ما سمعت قبض قلت له تمام ماشي اجيلك فين؟ قال لي عند تالت شارع من التراب، هقف استناك هناك. قلت له تمام ماشي وقمت وغيرت. امي وقتها لما سمعت صوت في الصاله نادت وقالت مين اللي بره؟ قلت لها انا يا امي ودخلت لها. قالت لي انت لابس كده ورايح على فين في الوقت ده؟ عرفتها ان انا رايح شغل. استغربت كده وقالت لي شغل ايه؟ فاضطريت اكذب عليها وقتها وقلت لها اشتغلت في طابونه عيش. قالت لي ماشي يا ابني الله يرزقك. سبتها ونزلت ورحت على المقابر، والمنظر اعوذ بالله من الرعب. الدنيا ضلمه كحل والكلاب حواليك من كل مكان عماله تنبح. مشيت شويه لحد ما وصلت للشارع الثالث، وهناك قابلت عم ابراهيم. فقلت له امرني يا حاج الشغل عباره عن ايه؟ قال لي تعالى يلا هنفتح القبر ده. فبصيت له كده وانا متوتر ووقفت شويه. عم ابراهيم بص لي كده وقال لي لا شكلك كده مش هتنفع معايا، روح يا ابني. قلت له لا هنفع، بس انا كمني اول مره اعمل حاجه زي دي. ومسكت الاجنه والشاكوش وبدات اشيل طبقه الجبس اللي على القبر. وبعد ما خلصت قلت له امال فين الناس اللي هتدفن؟ قال لي ناس ايه؟ امسك الكيسه دي وحطها في بق الميت. انا سمعت كده وبرقت. قلت له كيسه ايه وميت ايه؟ هو انا مش هشتغل معاك دفان؟ ضحك الراجل ضحكه عاليه كلها استهزاء وقال لي هو الدفان برضه بيكسب كده؟ ما كانش حد غلب. هو انت فاكر ان هديلك المبلغ ده علشان ندفن ميت؟ قلت له امال علشان ايه؟ قال لي علشان ندفن ده. قلت له ده ايه؟ قال لي سحر. وقتها الكلمه نزلت عليا زي السهم. قال لي ما تقلقش احنا ما بنعملش اي حاجه، احنا يا دوب بنحط السحر اللي هو بينا او من غيرنا كده كده هيتحط، ولكن الفرق اننا بنكسب فلوس حلوه. نقول لها لا؟ قلت له اه. سلام عليكم وخدت بعض ومشيت. الراجل فضل يقول لي غبي خد تعالى هنا وانا قاطع ودني، ولكني سمعت الراجل ده بيقول كلام غريب.
قال لي انت كده عرفت سرنا وانا مش هسيبك، وهعرف سيدنا الحسن انك هتغدر بيه. سيدنا الحسن ده المفروض ان هو الساحر اللي مشغله. المهم مشيت برضه وروحت البيت ودخلت اوضتي وفضلت اعيط، لان الاحلام اللي بنيتها الصبح اتهدت كلها فوق دماغي بالليل. المهم وانا قاعد ببكي كده رحت في النوم، لان ما كنتش لحقت انام لما الراجل ده رن عليا. ووقتها وانا نايم حلمت اني كنت في المقابر، وحلمت بكل شيء حصل مع التربي، لحد ما لقيت نفسي ماشي زي ما كنت ماشي فعلا من قدامه. وهو فضل يقول لي هقول لسيدي حسن خد بالك ان كل اللي بيحصل ده بيحصل في الحلم. لفيت وقتها بص عليه، لقيت التربي اتحول لكلب اسود بانياب طويله، وفجاه بدأ يجري ورايا وانا عمال اجري وهو عمال يقرب، لحد ما فجأة رجلي اتربطت في الارض وهو هجم عليا. وقتها قمت من النوم مفزوع وانا عمال انهج، وما كنتش مصدق ابدا ان اللي حصل ده كان في الحلم بس. فبحرك جسمي وقتها لقيت وجع في رقبتي رهيب، ما كنتش عارف ده ايه وايه اللي سبب لي الوجع ده. فقمت بالعافية من على السرير ووقفت قدام المراية وابص كده على المكان اللي وجعني. اتصدمت، منظر كان مرعب جدا. رقبتي فيها كدمة كبيرة باللون الأحمر والأزرق، ولما دققت فيها أكتر في المراية لقيت فيها أسنان معلمة، والأسنان دي استحالة تكون لبشر، وحتى لو لبشر مين اللي عمل كده؟ فقعدت وجمعت الذاكرة كده وافتكرت إن في الحلم لما الكلب هجم عليا هجم على رقبتي. طيب ده معناه إيه؟ إن ما كنتش بحلم، وإن فعلا في جن معايا في الأوضة. ووسط التساؤلات الكتيرة دي حصل شيء مرعب. سمعت صوت خبط على ازاز البلكونه عندي، خبط كأن حد واقف بره وبيخبط. والمرعب بقى ان انا ساكن في الدور الخامس، فمين اللي هيعمل كده؟ رحت عند البلكونه وانا مرعوب ووقفت بالجنب، وكنت بحاول اسمع ايه اللي بيحصل بره. بعد ما وقفت شويه كده لقيت ان مفيش اي حاجه حصلت، فقلت يمكن كنت بتخيل، يمكن. فبدأت اتحرك من قدام البلكونه علشان اروح لسريري، ولسه ما بعدتش خطوه الاقي فجأة ازاز البلكونه عمال يخبط جامد وكأنه هيتكسر. فلفيت وبصيت، اترعبت وعرفت ان اللي بره فعلا الجن، لان اللي كان باين من ورا ازاز البلكونه كلب اسود. انا هنا انهارت ووقعت على الارض وانا عمال ابص للبلكونه ومش عارف بعد شويه ايه اللي هيحصل. وفجاه سمعت اللي بيقول دي حاجه بسيطه يا خالد من اللي اقدر اعمله، انا سيدك الحسن اللي قالك عليه ابراهيم التربي، وكنت اقدر اخلص عليك دلوقتي، بس انا هديلك فرصه يا تشتغل معايا يا تنساني يا خالد. انسان يا خالد احسن لك. وبعدها الصوت هدي ورجع كل شيء طبيعي، وبالفعل ما اتأذيتش اكتر من كده. فقمت وقتها اتوضيت وصليت ركعتين وانا عمال اعيط وحمدت ربنا انها جات على قد كده. ولحد هنا بتنتهي قصة خالد. والمستفاد من القصة دي انك ما تتسرعش في اي قرار، واوعى تبدأ في حاجة غير وانت عارف هي ايه كويس، واوعى تكذب على اهلك في حاجة زي دي، لان خالد وقتها لو كان عرف والدته انه رايح يقابل حد في التراب في الوقت ده كانت مستحيل هتوافق، وما كانش كل ده حصل. فاتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، ولو ده حصل فعلا ما تنساش تعمل اللايك والاشتراك، وبس كده.